طمن بنتك، خدها في حضنك، عرفها ان وقت ما تلاقي نفسها مش قادرة تكمل لازم توقف. فركشت مرة 2 3 10 مش مشكلة. انها تفسخ خطوبتها ارحم كتير من انها تتطلق ويبقى في رقبتها عيال تربيهم لوحدها، ونفسية الولاد هتبقى متدمرة مهما كان الأب من ناحية حنين والأم من ناحية حنينة، بس الأطفال اللي بيبقوا في النص هم اللي بيتظلموا. فركزوا يا جماعة في النقطة دي، اوعوا تخوفوا بناتكم ان هم يقولوا اللي جواهم، ان هم يفشكلوا وقت ما يلاقوا ان هم مش قادرين يكملوا، عشان يمكن نقدر نقلل شوية من نسب الطلاق الغير طبيعية اللي موجودة في بلدنا بسبب سوء اختيار شريك الحياة، بسبب ان البنت بتبقى خايفة تقول لأهلها ان هي لقت فيه عيوب مش قادرة تتحملها، عشان ما يجيبوش اللوم عليها ان هي اللي صممت من الأول ان هي تختاره. وفي نفس الوقت طمنوا بناتكم ان مفيش عيب في انها تفسخ خطوبتها بدل المرة 100 مرة. المهم في الاخر تبني حياتها صح مع انسان يبقى طباعهم متوالفة على بعض، حتى لو مفيش حب. الحب بعد الجواز بيبقى مودة ورحمة.